في صيف عام 2015 وقعت إدارة الأمير نواف بن سعد مع البرازيلي كارلوس إدواردو ليخلف ابن جلدته تياغو نيفيز وسط مخاوف هلالية بأن لا يحمل إدواردو آمال الجماهير الزرقاء وأن يخفق في تحقيق طموح عشاق الزعيم. سرعان ما تبددت تلك المخاوف بعد تميز الوافد الجديد بحسمه السوبر السعودي في عاصمة الضباب بهدف حمل توقيعه، ليعلن ابن 26 عاما بداية رحلة تكوين علاقة وطيدة مع شباك الخصوم. إدواردو كارليتوس بيلعب لكرة باتجاه المرمى، مستحيل مستحيل. إدواردو الذي كلف خزينة الهلال 3,850,000 باوند، هادئ الطباع، يجيد التمركز، بالإضافة إلى أنه يتحرك بشكل جيد وخفة متناهية وسط الميدان. سوبر إدواردو في كل جولة له بصمة وفي كل مرمى له توقيع. نعم، هو كذلك ضابط إيقاع برتبة هداف، 13 هدفا في 13 لقاء، رقم كبير للاعب وسط ميدان. فبعد نهاية الجولة 10 من دوري جميل اتفق الجميع على أنه الصفقة الأبرز حتى الآن، بل وصفه البعض بأنه صفقة الموسم بأكمله. إدواردو بدأ بحفر اسمه بماء من ذهب ضمن قائمة أبرز محترفي الهلال، حتى أصبح يشكل خطرا على مكانة الكثير ممن عشقهم المدرج الأزرق. سوبر إدواردو على الورق صانع لعب، على الفرق هداف، أفريقي يعمل. الهلال متصل بالشبكة، الهلال متصل بالشبكة. 1-0 1-0.